السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. هنعمل كده تجهيزات العيد او نزين حلويات العيد او بسكوتات او المخبوزات العيد. هنزينها معاكم طبعا، انتوا قلت لكم هنبقى نزينها مع بعض. هنجيب كده كنكه او طبق او حله صغيره او اي حاجه، ممكن تحطي فيها ميه ونسيب الميه تغلي ونحط عليها الطبق، بس الطبق ما يلطش الميه، يكون الميه اقل من الطبق. وهنبدا بالشوكولاته البيضاء. احطها كده وايه لحد ما تفك معانا، وهنزل عليها بمعلقه من الزيت بس عشان تديها لمعه معاكي. طبعا احنا مش هنضيف على الشوكولاته اي حاجه، احنا بس نسيبها تفك على نار هاديه كده او على بخار الميه. ممكن تزينيها في او تفكيها في الميكرويف طبعا، وكل حبه ما بتاخدش نص دقيقه في الميكرويف تكون فكت معاكي. انا فكيتها كده على البوتاجاز على طبق فيه ميه. خلصت كده الشوكولاتة البيضاء، وهنزل طبعا على الشوكولاتة الكاكاو. برضه هنعملها كده ونضيف عليها معلقة من الزيت عشان بس يديها لمعة معانا. طبعا مش يعني غير بس يديها لمعة بس، ويكون تكون جاهزة معانا. هنفكهم كده ونجهزهم يكونوا جاهزين معانا. هنبدأ طبعا بالتزيين. أنا معايا كده أعمل بسكوت اللانكشاير، ومعايا برضو السابليه هزينه. طبعا السابليه بجيب واحدة مفتوحة وواحدة كده مقفولة من تحت، وبحط المربى واحطها كده وتزينيها. ممكن تحط على الوش شوكولاتة وتحطها، مثلا عندي طبعا هنا جوز هند وفي فورماسيه. طبعا بتحطها في الشوكولاتة الكاكاو أو الشوكولاتة البيضاء. طبعا أنا كانت بنتي معايا بس بتعمل معايا فظهرت بس حبت تزين معايا. طبعا لازم الأولاد يزينوا معانا ويظهروا طبعا في الحاجات ديت. طبعا هخلص كل الكمية بنفس الطريقة، في طبعا بالشوكولاتة والشوكولاتة البيضاء، وممكن بالمربى بس عليها الفرماسيه. هخلص كل الكمية وتكون جاهزة معانا. هنبدأ نعمل الحلويات أو المهلبية. معانا كده حلة على النار، وهننزل عليها بكوبايتين من اللبن. طبعا انت عايزة تضاعف الكمية ده حسب رغبتك. عايزة يعني قد كده بس، يبقى حسب برضو الرغبة وحسب عدد الأفراد، يعني مش عايزين نكتر على قد ايه كل واحد ياخد طبق. نزلت كده بكوبايتين من اللبن، ونزلت عليهم 3 معالق من السكر. والسكر حسب الرغبة، ممكن تزودي أو تقللي. أنا عندي ابني بيحب السكر شوية، بزودها شوية معايا. ونزلت كده بمعلقة شوكولاتة فرمتها بشرتها على المبشرة. ونزلت معايا بكيس فانيليا. هندوب كل الخليط ده كله على النار طبعا ويكون جاهز معانا. معانا نص كوباية لبن كمان. ونزلت عليها بمعلقتين من النشا، ومعلقة كمان من كريم شانتيه. وهقلبهم وادوب كده النشا والكريم شانتيه في اللبن على البارد طبعا لحد ما يتدوب معانا ويكون جاهز معانا كده، والخليط يكون زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللبن غلي والسكر داب وكل حاجة ده، والشوكولاتة ده برضو دابت واندمجت مع اللبن. هنزل كده بالنشا ومع المضرب على طول كده، وهدي النار شوية عشان بس ما يكتلش معايا. وهنزل كده بالخليط كله كده واقلبه كده بالمضرب على طول. ايدك تكون سريعة كده وتقلبيه. طبعا بس جت تقيلة شوية، نزلت كمان بنص كوباية من اللبن. يبقى المجموع كله 3 كوبايات. يعني هو يا دوبك معلقتين من النشا طلعوا على 3 كوبايات. وكان معانا كده الخليط جاهز والمهلبية جاهزة. هنقلبها كده لحد ما تغلي معانا. بس طبعا هسيبها تغلي غلوتين كده بس عشان النشا طعمه يطلع، لان طبعا لو النشا مش استوى حلو بيكون له طعم مش حلو وبيبقى ريحته مش حلو. لازم تسيبيه دقيقتين 3 كده على النار لحد النشا ما يستوي معانا وطعمه يكون حلو. كده معانا القوام المظبوط ويكون جاهز معانا. لا طبعا ما انت هتشوف طبعا بيعمل كده معاكي بابلز كده ويغلي معاكي، هتكوني كده استوت جاهزة كده خلاص. انطفيت عنها النار. وهبدأ ارفها في اطباق او تعبيها في اطباق او في كوبايات حسب ما انت عايزة، وكل واحد ياخد طبقه كده على قده كده. طبعا هعبيه كده في الاطباق الصغيرة. عايزة تزينيه طبعا التزيين دي يرجع ليكي، عايزة تضيفي زبيب أو جوز هند أو فورماسيه أو أي حاجة تانية، ده حسب رغبتك. أنا استكفيت إن أنا أعملها سادة، لأن طبعا في حاجات كتيرة حلويات كتيرة أنا استكفيت إن أنا أعملها سادة المرة دي. هعبيت كده منهم 3 كوبايات، أعمل 4 طباق يعني حلوين جدا، يعني مش قليلين يعني. طبعا غرفتهم كده وخلصتهم يكونوا جاهزين معانا. هنكون معانا طبعا الحلويات والحاجة اللي احنا عملناها. هتقدميها طبعا كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم طبعا، يا رب تعود علينا الأيام بخير وعليكم. طبعا كده خلصت كده المهلبية وتكون معانا كده. هبدأ كده في التزيينات أو تجهيزات برضه، هنضيف كل حاجة مع بعضها كده. في طبعا
البسكوت اللانكشاير والسابليه، ومعانا كعك وغريبة وسوداني، وطبعًا كمان في ترمس، وهنقول إيه كل سنة وأنتم طيبين، وكده انتهى الفيديو ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.